مش عارف تبدأ منين، تايه، شايف المستقبل ضلمة وصعب. طيب، بص، هقولك على قصة نبي من الأنبياء كان في ورطة أكبر من الورطة اللي أنت فيها دي هي بكتير خالص. أنا أحمد، ودي حلقة جديدة من سلسلة أدعي بإيه، السلسلة اللي بنتعلم فيها ندعي بإيه من القرآن في أصعب لحظات حياتنا. سيدنا موسى عليه السلام في يوم شاف خناقة، راح علشان يحل ما بين الاتنين. الأمر تطور، فاضطر إن هو يضرب واحد فيهم كده يزقه، فمات، اتقتل. ورطة كبيرة جدا وموقف صعب. طيب شوية ويجي التحذير لسيدنا موسى، واحد يقول له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يعني خلاص انت في ورطة والناس بتدور عليك، ولو جابوك خلاص هيقتلوك. فشايف قد ايه الموضوع صعب، شايف ممكن في لحظة في حياتك تلاقي ان المستقبل خلاص بقى ظلام ومنتش عارف هتعمل ايه. يضطر سيدنا موسى ان هو يخرج، لا اكل ولا شرب ولا فلوس ولا عارف هو هيروح فين. طيب يعمل ايه؟ وده اول درس مهم جدا 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 لما نكون تايهين ومش عارفين هو فين الوجهة بتاعتنا. يعني فكر معايا كده، ساعات بنوصل لمرحلة ما احناش عارفين ايه اللي انا محتاج اعمله اصلا، ازاي هتحرك لفين، قبل ما بقى بسأل وانا هعمله ازاي. فلما نوصل للمرحلة دي نفتكر سيدنا موسى لما خلاص الطريق ده بيه مش عارف هيروح فين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يبقى أنا أول حاجة ممكن أرفع إيدي كده في وقت التيه وأقول اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني سواء السبيل. فبعد الدعاء ده يتوجه سيدنا موسى عليه السلام لمدين، ويحصل قدامه موقف تاني، فيلاقي بنتين واقفين على جنب مستنيين ان هم يعبوا المية بتاعتهم، بس في رجالة فمستنيين واقفين على جنب. بالرغم من ان هو كان تعبان جدا قرر ان هو هيقوم هيساعدهم، سألهم او ملالهم المية اللي هم محتاجينها، وراح من التعب هيستظل تحت شجرة وافتكر ربنا في الدعاء التاني خلاص. فيجي الدعاء التاني ويقول سيدنا موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني يا رب أنا محتاج أي خير، خلاص الدنيا ضاقت عليه، موقف صعب جدا. فشوف بقى الفرج بيجي بعدها من ربنا عز وجل لسيدنا موسى، وتجيله بنت من الاتنين تقول له تعالى والدي عايزك. يروح هناك يتقابل مع والدها، فيعرض عليه شغل ويعرض عليه مكان هيعيش فيه معاهم، ويعرض عليه ان هو يتجوز بنت من الاتنين. فشوف التحول من واحد هربان وخايف مش عارف هيروح فين، لواحد ربنا رزقه بالأمان، وربنا رزقه بشغل، وربنا رزقه بزوجة. كل ده بدعائين اتنين، عسى رب أن يهديني سواء السبيل، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فخد بالك احنا بنغلط ونعمل العكس. يعني ممكن نطلب الرزق الأول من ربنا قبل ما نطلب الطريق. فنتعلم هنا من قصة سيدنا موسى ان انا اطلب الطريق الاول، واما ربنا ينعم عليا ابدأ ان انا اطلب الرزق من ربنا. الهداية بتيجي الاول بعدين الرزق. اللهم اهدني الى سواء السبيل، وبعدين رب اني لما انزلت الي من خير فقير. لو الحلقة دي لمست مشكلة عندك، او حاسس في دايرتك في حد الفترة دي عنده صعبة وتايه او مشوش، استأذنك تبعتها له. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
واشوفك بإذن الله في حلقة جديدة في سلسلة أدعي بإيه. السلام عليكم ورحمة الله.